الفيديو دوت هيظهر حاجات كتير جدا موجودة على الساحة وموجودة في مشاكل آل داوود، وهنشوف قد ايه ان تدخل الناس وبعض القنوات هو اللي ادى لحاجة زي كده. لكن قبل ما نلوم القنوات ونلوم الناس اللي اتدخلت في مشكلتهم، هنلومهم هم، لان هم اللي طلعوا الاخبار بتاعتهم ومنهم فيهم. وكلامي في الفيديو دوت هيظهر الحقيقة، بس مش على لساني انا، لا، على لسان حمادة داوود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناة أبو شين. طبعا كان المفروض إن أنا أستأذن صاحب الفيديو في إن أنا هاخد بعض المقتطفات من الفيديو وهعمل عليه فيديو. طبعا كلنا عارفين إن مدام زاهية من قيمة سنة تقريبا كانت بتقول إن هي هتقفل القناة نظرا للضغوط اللي عليها من بعض المتابعين وبعض القنوات وانتقادات الناس ليها. لكن طبعا الكلام دوت ما عجبش الاخ حماده ومدام هناء. انا هبدا بمدام هناء والمقدمه بتاعت الفيديو بتاعها، وهنشوف قالت ايه في حق مدام زاهية. يلا بينا. حابين نوجه كلمتين بس لعمتي زاهية، ان شاء الله باذن الله مش هتقفل قناتها ولا حاجه، وربنا يرزقها يا رب ويفتحها عليها، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي اذاها في لقمه عيشها ومش سايبها في حالها. مدام زاهية داوود هي تعتبر من اوائل الناس اللي فتحت قنوات على اليوتيوب في عيله آل داوود، ان لم تكن في قريه كتامه بالكامل، وبعد كده اخواتها فتحوا قنوات. فكانت دايما بتذكر او كانوا دايما بيذكروها ان لما فتحت اخوات القنوات سببت لك المشاكل كتير، وكانت الناس بتزعل منها لما بتذكر حاجه زي كده. لكن كان حماده ليه راي تاني، تعال نسمعه. ليه يزعل؟ طبعا انا هعمل خطر اللي بيزعل، ما دي الحقيقه. مدام هناء اكدت على الكلام دوت، مش بس اكدت، دي زودت على كلام حماده كمان. هي فعلا هي السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، هي لولا هي فتحت القناه احنا كلنا في العيله كلها كنت تعرف معنى القناه ديت، ولا كانت عمرها في حياتي هتفتح قناه. اسم داوود ساعد كتير في انتشار قناه زاهية داوود، مش بس قناه زاهية داوود، قنوات اخواتها لما حطوا اسم داوود جنب اسمهم. بس هناء اعترفت بحاجه تانية خالص، تعالوا بينا نشوفها قالت ايه. واسم داوود فعلا احنا ممكن كنت كاتبه زي ما قلت لكم في البث اللي فات، كنا كاتبين القناه بتاعتنا بيوميات هناء الاكلات الشعبيه. طبعا الناس او قنوات النقد بتتكلم، واكيد بيتكلموا، هل المصادر بتاعتهم مظبوطه او مش مظبوطه؟ الله اعلم. بس حماده هو عارف المصادر بتاعتهم فين وعارف مين بالظبط. اللي بيدي للناس ذات الفرصه تتكلم على زاهية وتتكلم على غيرها وبتاع، هم مننا فين؟ حماده اعترف بلسانه ان سبب شهرة قنوات آل داوود بالكامل هي مدام زاهية داوود، بدليل الكلام اللي قاله في الفيديو. يعني هو حد كان يعرفه؟ لا. حد كان يعرفني؟ لا. حد كان يعرفك؟ لا. حد كان يعرف حلمية؟ حد يعرف رانيا، لبنى، سعدية نفسها اللي هي أمي؟ ظهر حب حماده داوود لاخته زاهية داوود في انفعاله في الفيديو دوت، ولام كل اخواته حتى مدام حلميه. طب نسمع نشوف قال ايه ولام اخواته ازاي. انا لوم حلميه ولبنى ورانيا وامي نفسي والكبير والصغير. حماده في الوقت دوت لام كل اخواته، ما همهوش زعلهم، وقال لهم يلا اخبطوا راسكم في الحيط. اللي يزعل ان كان ام ولا اخ ولا اخت ولا دي الحقيقه. تزعلوا اخبطوا دماغكم في الحيط. ادى الحق لزاهية انها تزعل فعلا من اخواتها، وده كان الكلام المظبوط، لان زاهية في الوقت دوت واقفه لوحدها، ما لقيتش حد يقف معاها في المحنه اللي هي كانت واقعه فيها، لغايه ما اضطرت ان هي تقول انا هقفل القناه. لها حق اللي هي تزعل، ولها حق ديت لما ما لقيتش ام ولا اخ ولا اي حد ولا اخت نفسيه واخ صغير بينهش فيه. حماده ما جابش الغلط على زاهية خالص في الوقت دوت، وغلط جميع اخواته بما فيهم هو كمان، لان الغلط مننا احنا. يا ترى ايه علاقه زاهية بحلميه؟
قبل الخصام اللي حاصل دوت، هل زي ما هو اتشاع ان هي علاقاتهم ببعض ما كانتش كويسة، ما كانتش على ما يرام، ولا حمادة ليه رأي تاني؟ زاهية ما سابتش حلمية من قبل ما يعملوا قناة، واقفة معاها كتف بكتف. حمادة في الوقت دوت لام حلمية جامد على عدم وقوفها جنب زاهية، مش بس كده، واتهمها انها بتسمع كلام الناس. الكلام دوت مش انا اللي بقوله، ده حمادة اللي بيقول. تسمع كلام الناس عشان الناس كره زاهية، الكره عيشتهم هم كلهم. وفي النهاية خالص حمادة اعتذر المتابعين والمشاهدين اللي كانوا بيشوفوا الفيديو على انفعاله في الفيديو، نظرا لحبه الشديد وحبه المستميت ودفاعه القوي لمدام زاهية. انا افتكر يا حمادة الدفاع اللي انت دفعت بيه عن زاهية ما كانش من المفترض ان هو ينتهي النهاية اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي، لان دفاعك كان من القلب. بعتذر ان انا اتعصبت، بس انا اتعصبت عشان يعني زعلان من اللي من اللي بيحصل واللي مخلي يعني الاخوات تاكل في بعضها. حمادة داوود في الفيديو دوت اعترف بكل حاجة، اعترف بان الاخبار بتوصل للقنوات والمتابعين عن طريقهم هم، منهم فيهم، يعني من مطبخهم بالعربي. واعترف كمان بان زاهية في الوقت دوت كان المفروض ان اخواتها يقفوا جنبيها سواء كان صغير او كبير، لكن للاسف الشديد حدث عكس ذلك. كنا نتمنى ان الصورة دي تستمر، مش مع زاهية بس، مع زاهية وحلمية ولبنى ورانيا وحنان، مع اخواته كلهم، ان هم يكونوا متحدين وواقفين مع بعض ضد البعض، سواء كان قنوات نقد سواء كان متابعين، في ان هم يصدوا الهجمات المرتدة اللي موجودة دلوقتي، سواء كان على زاهية او سواء كان على حلمية. يا ريت يا حمادة تقدر وتحاول مرة تانية انك انت تلم الشمل، وبدل ما تدافع عن زاهية بس تدافع عن حلمية، تدافع عن اخواتك كلهم، ما تدافعش عن واحدة وتسيب واحدة. ويا ريت نشوفكم احسن من كده بكتير في مرات قادمة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تعليقاتكم تكون في مضمون الفيديو، واتمنى عدم التجريح في اي فرد من عيلة آل داوود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.